انا المهندسه رنا حسين، انتيريور ديزاين تيم ليدر شركه طلة العمارات دي. في البدايه مع العميل لازم اقعد اتكلم معاه واساله شويه اسئله عشان اعرف احتياجاته جوه اليونت بتاعته محتاجه ايه، وابدا احققها له. هل انت عندك اطفال؟ طيب الاطفال دول سنهم قد ايه؟ كبار ولا صغيرين؟ طب انت طبيعه شغلك ايه؟ بتحتاج مكتب في البيت ولا لا؟ وابدا اعرف اكتر عن احتياجاته، بيحب ايه الكالر باليت اللي بيحبها، عشان اعرض عليه ريفرنس واقدر اوصل بيها لشخصيه العميل في البدايه خالص قبل التصميم. وهنا دي بتبقى النقطه بتاعتي ان انا اقدر ان انا احقق احتياجاته وهو بيحب ايه في حاجه واحده، واحنا في طلة هنحقق له الراحه. الستايل، ببدا هنا اختار معاه الستايل واوجهه للستايل المناسب لليونت بتاعته. طبعا اليونت مساحتها صغيره، بالتالي اقدر اختار معاه ستايلز تكون هاديه سامبل اكتر، بحيث ان انا ابين المساحه بتاعتها. ودي اهم نقطه اعرضها عليه وافهمه الستايل اللي احنا محتاجينه ايه. والفرنيتشر ابدا ان انا اختارها معاه، وده حل مناسب جدا. نلجا للسمارت فرنيتشر وابدا هنا اوازن ما بين الفرنيتشر والمساحه الصغيره عندي. واخر نقطه عندي هي اختيار الالوان، الكالر باليت بتاعتي. اقدر ان انا اختار الوان فاتحه معاه علشان نبين ان المساحه اوسع، ما بينوش ان المساحه عندي تكون صغيره. بالعكس لو اخترت الوان غامقه هتبين عندي المساحه اصغر، وده اللي احنا عايزين نبعد عنه تماما.